السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم وصفة حلويات، وصفة سهلة جدا ولذيذة واقتصادية، مفيش بعد كده. حلاوة يعني حلوة جدا وموفرة، وبتعمل كمية كبيرة جدا، يعني من نص كيلو جزر. عملنا البايركس بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده. وصفة حلوة جدا وسريعة، مبتاخدش مننا اي وقت خالص. نقدر نحضرها بكل سهولة. يعني برتقان وجزر، يعني هنسميها مهلبية الجزر بالبرتقان كده. طبعا هندخل على المقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا بسيطة جدا، مش معقدة خالص. معانا نص كيلو من الجزر زي ما انتم شايفين كده، انا غسلاه ومنقشراه. ومعايا حوالي كيلو من البرتقان، بس مش هاخده كله، هاخد منه حوالي نص كيلو برضو زي ما انتم شايفين كده. هجيب الجزر بتاعي وهبشره بالمبشرة بتاعتي. زي ما انتم شايفين لازم اكون مقشراه ومصفياه، ما يكونش فيه اي مية، لان انا عايزة الجزر لما احط الجزر على البرتقان هو ينزل ميته، ما يكونش فيه اي مية زيادة. طبعا هعمل الجزر كله وبعدين هرجع لكم بالجزر وانا بشراه كله. زي ما انتم شايفين كده، مفيش فيه مية ولا اي حاجة، هو بشر الجزر بس. وبعد كده هاخد البرتقان بتاعتي انا غسلاه ومنشفاه، وهقشره كده او ممكن اقطعه زي ما هو مدور كده قطع مدورة، واحطه عادي، لان انا كده كده انا عايزة طعم البرتقان. لان انا هشيل كده كده البرتقان بالاخر من الحلويات بتاعتي او من الوصفة بتاعتي، مش هسيبها. هقشر البرتقان كده زي ما انتم شايفين، وهشيل القشر الابيض اللي عليه، عشان انا مش عايزة اي مزازة تيجي في وصفة الحلويات بتاعتي. انا عايزاها مسكرة، ما تكونش مززة كده او فيها مزازة او مرة كده معانا. هنشيل القشر الابيض زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ نقشر بقية الكمية اللي احنا هنحتاجها. زي ما انتم شايفين كده، هي دي الكمية اللي انا هحتاجها، حوالي 6 برتقانات. انا قشرتهم ونضفتهم طبعا. هحط على الجزر بتاعي كده البرتقان، انا هقطعه كده بالسكينة، وهشيل منه اي بذر، هشيل منه اي حاجة مش نظيفة، لان اي حاجة ممكن تبوظ لي الوصفة بتاعتي. انا عايزة الوصفة بتاعتي تكون طعمها حلو وما يكونش طعمها مزز. وصفة يعني ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. هنقطع كده البرتقان بتاعي كأننا كده هنعمل، يعني هو زي المربى بالظبط، بس الفرق ان احنا هنزوده لبن، يعني هتبقى مهلبية جزر، المهلبية بالجزر والبرتقان. هنشيل كده الحتة البيضة اللي بتبقى في نص البرتقانة دي من جوه زي ما انتم شايفين كده، وهقطع الكمية بتاعتي كلها الباقي. زي ما انتم شايفين انا قطعت البرتقان وشلت منه اي بذر وشلت منه اي حاجة مش نظيفة، ومعايا الجزر بشرينه اهو. يبقى فاضل المكون الاساسي بتاعي السكر. هاخد كده على حسب الرغبة، لو انا عايزاه مسكرة هزود سكر، مش مسكرة هقلل براحتي. طبعا هياخد حوالي من 6 ل7 معالق سكر، يعني كوباية سكر حلوة كده. هحطها على الجزر والبرتقان بتوعي طبعا، ونبدأ نقلب الجزر بالبرتقان بالسكر. طبعا اول ما بنبدأ نقلب السكر، نحط السكر على الجزر والبرتقان في ثانية، اللي بنحس كده ان المية بتاعت البرتقان كده خلاص بتبدأ تنزل معانا، واحنا بنقلب. لو تلاحظوا ان خلاص ان المية بدأت تنزل، طبعا انا مش هستخدم كده الوصفة بتاعتي. انا هاخد الجزر والبرتقان ده احطه في التلاجة لمدة ساعتين اتنين، وبعدين ابدأ اشتغل فيه. طبعا انا حطيت هنا البرتقان في التلاجة وطلعته بعد ساعتين اتنين زي ما انتم شايفين، خلاص المية بتاعته نزلت منها خالص، ويستحسن يوم كامل. بس يعني هي وصفة حلويات مش مربى، فالمية بتاعتي بتنزل معايا بكل سهولة، وهتكمل سواها على النار. طبعا هاخد البرتقان والجزر بتاعي كده في حلة على النار، حلة ما فيش فيها اي حاجة خالص. هنزل بالجزر والبرتقان بتوعي زي ما انتم شايفين على نار هادية، عشان ما تتلسعش مني. طبعا عشان لو الوصفة اتلسعت مني هتبوظ تماما. زي ما انتم شايفين المية نازلة اهي معايا بتاعت البرتقان والجزر. هبدأ اقلب فيه كده. طبعا انا مهديه النار زي ما انا قلت لكم، وبتكه كده على البرتقان عشان لو في اي ميه ما نزلتش تكمل تنزل ميته منه كده كلها. وهغطيه طبعا عشان البخار بتاعي يسوي الجزر والبرتقان بتاعي بكل سهولة.
زي ما انتوا شايفين انا بقلب فيه وايدي فيه على طول عشان ما يلزقش، وفي نفس الوقت لو اتحرق مني هيبوظ تماما، وهيعمل يعني اللون كده غامق، وهيبوظ لي شكل الحلويات بتاعتي. انا عايزه يكون شكلها حلو وفي نفس الوقت ما يكونش طعمها مر ولا اي حاجه. طبعا انا هغطي الوصفه بتاعتي كده بالحله وبعدين بالغطا، وبعدين هشيل الغطا بتاعي عشان اشوف الحلويات بتاعتي. كده خلاص الحلويات بتاعتي الجزر والبرتقال استوى تماما، يعني كده خلاص كأننا بنعمله مربى. هنبدأ في الوقت ده هنشيل البرتقال. ليه بقى؟ لان انا خدت الميه بتاعه البرتقال تماما، فخلاص ما انتش عايزه البرتقال في اي حاجه. لو انت بقى عايزه تضربيهم الاتنين مع بعض وتصفيهم، بس هنخسر كميه الجزر بتاعتنا. فعشان كده انا بشيل البرتقان، انا كده كده ميه البرتقان كلها نزلت، فخلاص انا ما كنتش محتاجه القشر اللي باقي ده تماما. فانا هنزل كده باللبن بتاعي على الجزر بتاعي طبعا، او ممكن اضربه بالهاند بلندر بعد ما انزل باللبن، او في الخلاط. انا ضربته في الخلاط عشان يتفرم كويس جدا ويبقى ناعم. وزي ما انتم شايفين هبدأ اقلبه كده. انا الوصفة بتاعتي كده مسكرة، لو انت حابة تحطي سكر، لو مش مسكرة حطي. المكون بقى اللي هيدي لطعم المهلبية بتاعتي طعم حلو جدا، الكاسترد طعمه حلو جدا. هناخد منه كده حوالي 3 معالق او على حسب الكمية بتاعتك، 3 معالق حلوين كده. لو الكاسترد بتاعك مفهوش نشا هتزودي طبعا نشا. انا الكاسترد بتاعي كمية النشا اللي فيه قليلة، فانا هاخد معلقتين 2 نشا عشان الوصفة بتاعتي تمسك في نفسها كده وتبقى حلوة. هاخد معلقتين نشا صغيرين كده على الكاسترد بتاعي، وبكوباية مية أو بكوباية لبن اللي يعني متوفر. لو متوفر لبن حطي لبن، مفيش حطي كوباية مية عادي كده زي ما أنا حطيت، وتبدأي تفكي الكاسترد والنشا كده من بعضهم. طبعا وانتي مهدية على وصفة الحلويات بتاعتك على اللبن والجزر كده موطية عليهم. وقلنا لو انتي السكر محتاج سكر عادي ممكن تزودي اي سكر، مفيش اي مشكلة عادي. انا بقلب كده لحد ما النشا والكاسترد فكوا مع بعض كده، وطبعا خلاص كده جاهزين معايا. هحطهم على المهلبية بتاعتي او الجزر والبرتقال واللبن بتاعي كده، هنزل بيهم كده واقلب طبعا. واجيب المضرب السيليكون بتاعي عشان اول ما بنزل اللبن بتاعي سخن بيبدأ يتكتل، وانا مش عايزاه يبقى مكلكع، انا عايزاه يبقى حلو يعني ما يكلكعش مني. زي ما انتم شايفين انا ايدي بالمضرب السيليكون فيه كده بقلب فيه على طول. زي ما انتم شايفين القوام بتاعي خلاص تقيل، يعني دقيقتين 2 وهطفي عليه خلاص. مش هقعده على النار كتير عشان ما يلزقش مني وما يتكتلش ويتقل اكتر ويعمل كلاكيع كده، ويبقى القوام بتاعي شكله مش حلو ومكلكع كده. كده خلاص القوام بتاعي تقيل كده، سبته دقيقتين كده على النار وخلاص كده كل حاجة بقت جاهزة معايا. انا كده دقيقتين وهطفي عليه. انا مجهزه البايركس بتاعي، ممكن اكواب، ممكن اطباق رز بلبن، اي حاجه انا حبيت احطه في طبق بايركس كده كبير وخلاص. فنزلت كده بطبق البايركس بتاعي بالحلويات بتاعتي زي ما انتم شايفين، مش مكلكعه ولا متكتله، بالعكس حلوه وناعمه جدا وطريه خالص، كريمي كده في نفسها وطعمها حلو، ولونها زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل قوي. مش حاطين اي لون ولا اي مادة ولا اي حاجة، كده اللون بتاعنا حلو. طبعا انا حطيتها في التلاجة لمدة ساعة وبعدين طلعتها. طبعا معايا مكسرات، زبيب، سوداني، جوز الهند، ممكن نحط جوز الهند بس، ممكن سوداني بس، اللي متوفر عندنا. انا بحب الميكس بينهم كده بيبقى طعمه حلو. وطبعا نبدأ نقدمها تكون ساقعة وحلوة. وصفة سهلة ولذيذة واقتصادية جدا، يعني الجزر حلو والأربعة بعشرة والتلاتة بعشرة، والبرتقال البلدي برضو مش غالي، رخيص برضو، نقدر نحضر يعني أحسن حلو منه. المهلبية بتاعتنا حلوة جدا واقتصادية وكريمي زي ما انتم شايفين، ماسكة نفسها مش سايلة، طعمها حلو قوي، وكل ما بنسيبها في التلاجة بيبقى طعمها احلى واحلى. يعني وصفتنا كانت لذيذة جدا، يعني مش بتاخد مننا اي وقت خالص. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم. ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد.
وإن شاء الله نعمل معاكم وصفات تانية أحلى وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.